قليل جدا اللي يعرف عن قصر المنستيرلي وجمال موقعه الخيالي، لأنه عبارة عن قصر واقف لوحده في قلب النيل. اتبنى قصر المنستيرلي سنة 1851، يعني من أكتر من 170 سنة. ومش بس كده، ده شهد إعلان قيام الجامعة العربية سنة 1945، وكان الملك فاروق بيجتمع فيه بالملوك والرؤساء العرب في الفترة دي. أنشأ القصر حسن فؤاد المنستيرلي، اللي تولى منصب محافظ القاهرة سنة 1854 ووزير الداخلية سنة 1857. تخيلوا بقى إن كل اللي انتوا شايفينه ده كان بيستخدم لأعداد شرب الشاي، عشان كده كان اسمه كشك الشاي. في وسط حديقة القصر بقى هتلاقوا تاني أقدم أثر إسلامي في مصر بعد جامع عمرو بن العاص، وهو مقياس النيل. اتبنى مقياس النيل في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله من أكتر من 1150 سنة. وطبعا مش ده المقياس الوحيد اللي اتبنى في مصر، لكن المصريين اهتموا ببنى المقاييس وحساب منسوب مية النيل من عهد الفراعنة. هو عبارة عن بير من الحجارة، والعمود اللي في النص ده مكتوب عليه علامات القياس، وكل ما يعلى منسوب المية جوه البير ارتفع المقياس على العمود ده. وفي البير 3 فتحات فوق بعض عشان تعدي المية من النيل. بصوا، هي دي الفتحات اللي يعدي منها المية. وكان مقياس النيل في العصور دي ليه وظيفة مهمة جدا، لأن الحاكم كان بيحدد قيمة الضرايب على الشعب حسب المنسوب بتاع المية. بصراحة المكان هتقضوا فيه وقت ممتع جدا، وهتعرفوا تفصلوا شوية عن العالم. نسيت كمان اقول لكم ان متحف ام كلثوم هو اول مبنى هيكون في استقبالكم، وكنت عملت لكم فيديو عنه، ادخلوا شوفوه واستمتعوا. سلام.